بالنسبة حق كرة بطولة العالم في 2027 الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة تقدم بطلب من الاتحاد الدولي لتنظيم البطولة، والاتحاد الدولي ما قصروا الحقيقة وقفوا معنا بشكل كبير، ولكن طبعا فيها شروط. فاحنا ان شاء الله ملزمين ان احنا نقدم ملف متكامل في الجمعية العمومية اللي راح تكون في بطولة العالم اللي بتكون في أذربيجان 2025، وإن شاء الله يكون عندنا الوقت اللي احنا يعني نعطيهم أو نستوفي الشروط اللي هم طالبينهم منها. وطبعا هذه فيه مردود كبير على البحرين، سواء على المستوى الرياضي أو السياحي أو الاقتصادي. فإن شاء الله أن هذا الملف يكتمل وتكون بطولة إن شاء الله تشرف طبعا الاتحاد والبحرين. بالنسبة للجمعية العمومية مالت الاتحاد، شلون راح تتكون الجمعية العمومية؟ الجمعية العمومية حاليا احنا الاتحاد معين، ولكن نأمل ان احنا في ما هو قادم تكون عندنا جمعية عمومية، سواء من خلال الفرق اللي راح تلعب في المحافظات، تكون عبارة عن فرق ثابتة تمثل القرى تمثل المحافظات، او انه يكون في عندنا ايضا مجال اخر اللي يكون فيه بطولات للاكاديميات، والاكاديميات هذه تكون جزء من برنامج او جزء من الجمعيه العموميه للاتحاد. انتم كاتحاد تفضلون شنو يكونون الانديه، مراكز شبابيه او يكونوا اكاديميات في الجمعيه العموميه؟ شلون انتم؟ احنا ما لنا علاقه بالانديه، احنا لنا لا، في انديه تابعه لاتحاد الكره وفي انديه وطنيه غير تابعه لاتحاد الكره. الانديه اللي غير تابعه لاتحاد كره القدم والافرقه اللي تكون في فرجان وفي كذا، اذا كانت اخذت او مراكز شبابيه اخذت الشيء الرسمي بيكون مرحب بها. والاكاديميات ايضا احنا كرة القدم المصغرة هي اللعبة الشعبية، هي لعبة الناس، خليها بالطريقة هي. فاللي يمارسونها يعني في الشوارع، فهذين هم اللي احنا نحتاج انهم يكونون معانا. كل مجموعة راح تنظم فريق، والفريق هذا فيه صفة الاستدامة، يكون جزء من مركز شبابي أو يكون جزء من الأكاديمية. نتمنى أن هذا الشيء يكون فيه عندنا ناس تعمل الشيء التنظيمي، يكون فيه عمل، مو بس فقط الرغبة في المشاركة أو الرغبة في الذهول. هذه احنا ما نسعى لها. نتمنى أن احنا نفتح مجال حق شيء جديد، وتكون المشاركة فيه أوسع، بدل ما يكون 20 نادي. يمكن احنا حاليا في البطولة هذه اللي احنا نحاول ان احنا ننظمها ان شاء الله قريبا، راح يعلن عنها. نتكلم على مستوى البحرين في حوالي 76 نادي او فريق، مو بنادي، 76 فريق. نحاول ان احنا نوصل الى 32 على مستوى المحافظات. الحمد لله كرة القدم في حضور كبير، وفي ممارسين من خلينا نقول 8 سنوات يعني تو يحب الكرة إلى 55 سنة. يعني أنا جيت حق نادي واحد عمره 55 سنة نزل الملعب دقيقتين، شات له شوط كرتين ورجع مرة ثانية يشرب شاي برا. احنا نبي يكون نوصل حق هذه الناس اللي تبي كرة القدم، ولكن ما في مجال ان هي تمارسها في الملاعب الكبيرة، لأن ما تقدر تلعب على ملعب كبير. هذه الملاعب صغيرة وممكن انها تكون في اي محل في البحرين، في اي قرية، في اي مدينة.
ممكن ان الملعب دي يكون ملعب وقانوني ومفتوح. احنا ما نتكلم عن ملاعب في صالات، نتكلم عن ملاعب مفتوحه خشبيه او صناعي او طبيعي. انا فهمت المسابقات ان بتبدون مسابقات الفئه 8 سنوات، شلون عن الكبار؟ احنا يعني واحد من الاهداف ان احنا نعمل على 8 ل 10 ل 12. هذه الفئه الان ما عندهم اي نوع من النشاط، وهذه الفئه اللي تبدا فيها الموهبه. وايضا الفئه الثانيه اللي هي اكبر، اللي ممكن اما يكون ترك الملعب ما عنده وقت انه ينضم الى نادي، او مثلا من النجوم السابقين. احنا نحاول ان نحتوي اكبر عدد ممكن اللي يمارس كره القدم وتكون في ملاعب صغيره. والمسابقات 2025 ل 2024 راح تبدي. احنا نحاول ان احنا نبدا في 2024 على نهايه 2024 ان شاء الله راح تكون في مسابقه على مستوى المحافظات كلها، وراح يمتد الدوري دي الى تقريبا 4 شهور اذا الامور مشت على حسب ما هو مخطط له. في تمثيل خليجي بعد للبطل الدوري؟ حاليا في اتحاد خليجي راح يؤسس، والاخوان اللي في الخليج جزاهم الله خير مرشحيني انا ان انا اكون رئيس هذا الاتحاد، ولكن طبعا توجهنا للبحرين اولا، ومن ثم اذا كان في مجال او في وقت ان احنا اكون انا موجود مع الاخوان في الخليج شيء يشرفني. وراح يكون ان شاء الله عندنا مسابقه خليجيه في نهايه السنه هذه، وفي مسابقه ايضا الاخوان في الاتحاد الدولي الان يفكرون فيها ان يكون في كاس من بين الانديه الخليجيه والانديه الافريقيه، وراح يكون في برامج الحقيقه الافكار كثيره، ولكن مثل ما اقول لك ان احنا نركز الان على عملنا في البحر، وان شاء الله من هذا العمل راح تطلع عندنا منتخبات اللي تقدر تشارك. قبل بدء الدوري الرسمي هل هناك في بطوله معينه راح تسوونها انتم الان كبدايه احنا بدينا السنه الماضيه مع الصغار، عملنا بطولتين. بالنسبه حق دوري المحافظات راح يكون للفئات الكبار، وهذول كلهم عارفين اللعبه وعارفين يمارسونها تقريبا يوميا، بس هي مساله تنظيم ومساله بعض الامور البسيطه اللي هم يعني بكل سهوله راح يفهمونها. انهيتون اجراءات تعيين الملاعب في المحافظات الاربع؟ احنا نعمل على ان ما يكون في شيء ثابت، احنا نبي ندخل في اي قريه في اي مدينه، يعني ما علينا محدد انه يكون والله هذه الملعب. ممكن ان فريق في فريج من المحرق يلعب في فريج من سترة والعكس صحيح، او في المناطق الشماليه. يعني اللعبه مفتوحه للجميع، لعبه فعلا هي اللعبه الشعبيه. شلون نظرتكم للجانب الاعلامي للدوري؟ والله احنا نعمل على انه يكون مشاركتكم معانا في هذا الشيء، وقطعا الدور الاعلامي هو دور كبير. من غير الاعلام ما تقدر توصل الرساله. اتمنى ان شاء الله يكون من خلال الاعلام نوصل اكثر، والشرح يكون على الطبيعه اكثر من ما نتكلم فيه. يعطيكم العافيه شيخ.